واستنى، العقاب بتاع المدرسين بتاع اللي هيعمل حاجه غلط هقعدوا جنب البنات. قشطه. هو انتوا كنتوا مدركتين تطلعونا شواذ؟ اوي مساء الخير عليكم في حلقه جديده من مود كاست. عامل عم ميجز؟ كله زي الفل. كله تمام؟ انت ايه الدنيا؟ دنيا جميله. كله تمام. اهل تمام. كله تمام. صحاب تمام. كله زي الفل. تمام. انت عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله زي الحلقه اللي فاتت والله اللي احنا مكملين. عامل ايه يا كينج؟ كله زي الفل. كله رايق. كله زي الفل الحمد لله. بعد نجاح الحلقه الاولى وبناء على طلب الجماهير، معانا النهارده تاني الرجل الابيض المتوسط احمد ماجد. تيجي على راس تيجي نعرف الناس مين؟ نعرف الناس يا باشا تاني. انت نعرف يا عم يمكن في حد جديد جاي ولا حاجه ما خدش باله يدخل منه. يتفرج بقى على الحلقه اللي فاتت، هتطلع له هنا تطلع له هنا يعرفنا ويرجع يشوف اللي فات. لا يروح بعد ما نخلص الحلقه دي. اوعى تمشي. انا شايفك اوعى تمشي. عامل عم ميكس؟ كله زي الفل. هنتكلم النهارده عن المدارس وعن الكوارث اللي كنا بنعملها في المدارس، ونفتكر شويه كده ايام الطفوله وبتاع. انا عارف مجدي بالنسبه له مش مجدي مين؟ مجدي مين صحيح؟ انا عارف ماجد بالنسبه له مش. طبعا يا جماعه احنا بنصور الساعه 2:30 بالليل بعد يوم عصيب، فيعني زقوا معانا اليوم، فاهم؟ انا عارف ماجد ما مش عارف بقى ماشي معاه الدنيا. خلاص ماشي فايده هناك. امان. انا كنت اقول حاجه، كنت هتقول عارف ماجد. ايوه بالظبط. ماجد بالنسبه له الموضوع مش هيفتكر ذكريات بعيده قوي يعني. انا بالنسبه لي الموضوع شويه بعيد. ليه مش هنفتكر حاجات ذكريات بعيده؟ انت مواليد سنه كام؟ 99. طب ما هي يعني وانت مواليد كام؟ 96. طب يعني ما رحناش بعيد. مش عارف. ما رحناش بعيد. تمام الحمد لله طلعنا قريبين. نور يا حاج صقر. يا صقر. بس بقى في ايه؟ بس قبل ما نبدا تنسوش اللايك الجميل، سبسكرايب الرايق، الجرس عشان يجيلكم كل الحلقات الجايه، شير، لموا علينا الناس وفرجوا علينا الدنيا. وايه بقى؟ وخش بقى على الحلقه. يلا بينا. قول لي يا عم ميجز، كنت في مدرسة ايه الاول بس عشان نبقى عارفين احنا رايحين فين بس، فاهم؟ لا مش انا كنت في مدرسة النيل الخاصة اصلا بقى. انت كنت في عربي ولغات، بس انا كنت عربي. بس مش خاصة قوي يعني ملمسة حكومة شوية يعني اديني شكل المدرسة كده. لا يعني هي مبنيين وحوش. المبنى طوب احمر عادي وبتاع؟ لا المبنى عادي متبيض. ده مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني. ومبنى وظهر مبنى اللغات بقى، يعني انت في الحوش عندك كده ظهر مبنى اللغات، فانت بتقعد في الواجهه بتاعت المبنى اللغات من على الشارع بره بقى. مش فاهم اللي كان عامل الحوار ده عمله ازاي. ما بقول لك تقعد في الصف الاول تدرس عربي، تقعد في الصف الاخير تدرس انجلش. في حاجات غريبه في الموضوع يعني، بس الحمد لله. انا كنت في الزهراء اكسبيرمنتال لانجويج سكول. اكسبيرمنتال ابيض على اكسبيرمنتال. الزهراء التجريبيه لغات. مدرسه حكومه عادي جدا بس هي لغات. ينزل ورقه فيزيكس مع ورقه فيزياء ورقه معلش مش عارف ايه الماتيريال. الماتيريال انا حاسس ولا تحرج ولا تحرج ولا. طيب قول لي ايه ذكرياتك مع المدرسه الاول؟ قول لي كنت بتحب ايه في المدرسه مثلا؟ يعني اصلا كنت بتحب حاجه في المدرسه؟ انا ما كنتش بحب المدرسه اصلا. هو ما حدش كنت بحب يعني الحمد لله. فايش كنت بترازى قوي. كنت بترازى قوي لما اعمل نفسي تعبان فما اروحش المدرسه عشان خاطر اشوف انا هعمل ايه بقى في اليوم وبتاع. فتصحى الصبح بقى انت بقى خلاص انت مثلت انك تعبان وكله نزل الشغل وبتاع، فانت قاعد بقى كينج في البيت. عارفها كويس. تفتح بقى التلفزيون ويوم الكرتون كله النهارده وبتاع، تلاقي بارني حاجه في منتهى القرف. بارني في قفل ليزي تاون ولا مش عارف اسمه ايه، بتاعت الراجل اللي كان بيقعد يشقلب ده. مين ده؟ والله ما اعرف. كان واحد بيلبس ازرق وبيقعد يتشقلب كتير كده. والفيلن كان واحد عامل كده. ايوه الفيلن كان واحد عامل كده. عرفت. ايوه شبه محمود عزب بالظبط. دقن واقعه. ايوه كنت الاقي ده اللي هو طب احنا كده نلحق الحصه الاولى يلا بينا. بالظبط. تفتح بقى تلاقي بارني. وبعدين انا كان عندي مشكله كبيره وانا صغير ان انا كنت احب قوي اشرب فيروز.
مع في اليوم اللي انا مزوغ فيه ده. اوكي. عشان احس بالفسق كله بقى، انا عملت الفساد كله على بعضه يعني. اقعد بقى اسكر على بار، لازم كوبايه بيرقص بس سكران جايب مزه فشار وترمس. ايوه بالظبط. هو قاعد بقى اي لاف يو يو لاف يو انت وبولا بالون بيلا وخيبه. ايوه لا خيالات حلوه الخيالات. صح. طيب في المدرسه انت كنت بتقعد في الديسك الكام او في انهي صف يعني؟ لا كنت في النص اصلا. لا من الدحيح الرجل الابيض المتوسط حرفيا. والله انا قعدت من اول انت عارف ان انا عدت كي جي 2 ما شاء الله. اقسم بالله عدت كي جي 2 من اول اولى ابتدائي لحد رابعه ابتدائي كنت بقعد في تاني ديسك. من رابعه ابتدائي الى نهايه الدنيا يعني كنت بقعد في اخر ديسك. ما كملتش بقى، انا حبيتش الموضوع ورقه. لا انا خدتهم من صف بس ده من في النص يعني. في النص يمين، في النص شمال تمام كده بقى. 3 سنين ابتدائي، ففي 3 اعدادي نرجع نعيد من الاول بقى. من على اليمين للنص والثانوي وهكذا. ما عدا 3 ثانوي دي ما رحناش. ما حدش بيروح في 3 ثانوي المدرسه. انا ما رحتش برضه. رحتها اول يوم كنا 5 افراد في الفصل. دخل علينا مدرس قال كلمتين وقال لك روحوا انتوا جايين ليه. لا انا رحت يوم واحد بس في ثالثه ثانوي. لعبت طايره مع اصحابي في المدرسه ان شاء الله. رجلي اتكسرت، روحت. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا جبرت على كده، مش رايح تاني فاهم. قفلت معايا على كده يعني. تفتكر عقاب المدرسين لينا في المدرسه؟ تفتكر حاجه معينه؟ الخرطوم بتاع الكهرباء. البرتقاني ده. ايوه البرتقاني. كان عندك انهي واحد بقى اللي هو اصل ليه مقاسات؟ الصغير والاكبر لا انا اعتقد ده كان الوسط. احنا كان عندنا مدرس اسمه مستر حمدي، ربنا يمسيه بالخير لو عايش، ربنا يرحمه لو مش معانا يعني. مستر حمدي ده يا اسطى هو كله على بعضه كان يعني ده بجد لو كان دخل كاستنج الاقسام السبعه كان يكسب عادي، يدخل عادي فشخ. تمام. هو كله على بعضه قد كده وجسمه صغير فشخ وبتاع. وكان جايب خرطوم الكهرباء ده اكبر مقاس بقى. هو ماسك ماسوره كبير فشخ. وهو بيمشي احنا بنخاف من مستر حمدي مش من الخرطوم. فاهم حاجه؟ الخرطوم نفسه بالنسبه لنا هو مش هيعرف يشيله يعني ويضرب بيه وبتاع. الموضوع صعب قوي عليه فاهم. بس احنا خايفين من وجوده، خايفين يحصل له حاجه غالبا يعني بقى فاهم. فكان العقاب بتاعه ان هو يوقفك وما يضربكش على ايدك، هو يضربك في رجلك. اوكي. ومش في رجلك بقى من تحت عند السمانه كده وبتاع اللي هو الدنيا تمشي. هو بيقطع وتر اكيليس. لا هو بالظبط فيها. اوكي. هو بيشوف اكتر حته وجعان فاهم حاجه؟ هو اكتر حته تمسك شخصيا. هو بيضربك في شرفك. ايوه. بس وكان تك 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 تاخد مثلا 30 40 واحده. ايوه. فغالبا عشان كده الجيل بتاعنا طلع كله مش مظبوط يعني. كان في دي، وكان في مدرس معين كان اسمه ميسيو عمرو. ميسيو عمرو ده مدرس فرنساوي ده. مدرس فرنساوي. تاريخ احيانا ميسيو فرنساوي. كان معاه خرزانه غريبه، هي كانت رفيعه ومش خشب، هي عليها خيط. ايوه عارفها، رفيعه قوي، اللي كانت بتتباع في وندرلاند دي، حاجه شبه كده. أيوة. بس هي رفيعه قوي، ودي اللي كان بيتفنن بقى فاهم. بس خرزانه كرتون كلها هي حاجه غريبه. بس هو بالنسبه لي ما كانش مدرس فرنسي، هو كان رسام، هو كان بيرسم بيها على جتر تقع بقى بيلطخ. ايوه فاهمك. لا واليوم اللي يبقى خلاص شرح فيه حاجه والبعد بكره مثلا هيجي لنا تاني تسميع. اوكي. فيقول لك اللي مش هيجي حافظ يقول لك حافظ وكاتب عاوزها ولا مش عاوزها يبقى انا هسيب. يقول لك تيجي حافظ ولو ما حفظتش يقوم طلع البتاع دي من الشنطه كده يقول لك هقيس لكم الزيت. الله. فده كان رعب. استنى ده مصطلح جامد فشخ والله. ده كان رعب، ده مصطلح جامد فشخ. انا كنت بقرا. انت فاهم يعني ايه يسلكوا الزيت؟ للاسف انا فاهم يعني. اسف لقطع كلامك يعني. مع هذا الكلام يا ريت كلنا نتكلم على قضيه ياسين طفل دمنهور يعني. عشان بس المدرسين بقوا مش المدرسين، الناس كلها ما بقتش كويسه والله. فيا ريت الناس كلها تتكلم. الراجل اللي عمل كده اتحاكم، بس لسه في ناس مشاركه، فيا ريت الكل يتكلم على الموضوع ده. لسه مديره المدرسه، لسه المدرسه اللي كانت مداريه على الموضوع، لسه الناني او يعني الخدامه اللي كانت بتوديه عشان الداده اللي مش هينفع اقول كده.
الانسانه مش كويسه اللي كانت بت معاه يعني. يا ريت الناس كلها تتكلم، ويا ريت ما حدش يسكت على الموضوع ده لحد ما الناس دي كلها تتحاسب، لحد محافظه البحيره نفسها، عشان بيقولوا ان هي نفسها كمان كانت عارفه ومداريه على الموضوع. فيا ريت يعني الموضوع ما يتسكتش عليه وما ينامش وما يبقاش ترند وخلص. لا مؤاخذه معلومات جديده انا بسمعها. انا ليا مصادري وبتاع وكده. انا اسف للسيكا المضايقه اللي في النص دي، بس تعالى نرجع نكمل الضحك بتاعنا عادي جدا. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول على اللي بيسلكوا ازاي في كده. فكان ده بجد كان مربي لي الرعب. انا كنت بروح له حافظ والدنيا تمام عشان انا مش هينفع يحصل زي ده. اقسم بالله خلصنا كان في ثانوي تختار بقى، في اولى ثانوي تختار فرنساوي ولا الماني انا رحت على طول محاول الماني. والله انا خلصت من 3 سنين اعدادي. لو حبيبي مسي عمر مش عارف ممكن تكون تشوفها ولا لا، بس انا هربت من فرنساوي الصراحه. انا رحت الالماني بسبب الموضوع ده. احنا كان عندنا مستر كان بيدرس لنا ماث. كان اسمه مستر اشرف. مستر اشرف ده ما كانش بيعاقبك باي حاجه في الدنيا غير ان هو يمسك ودانك. ومش يمسكها من هنا يعني. هو مش بيمسك ودنك من هنا، لا من هو لا برضه هو بيجيب الجلده دي كده وبضافره يا الله. انا بس عايز اقول لك يا مستر اشرف، انا ودني الشمال ضعيفه بسببك لحد النهارده. فحسبي الله ونعم الوكيل يعني. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. انا ما اعرفكش وبحسب الله. ايوه والله العظيم كان كيف عنده. المدرس بقى الروش انهي فيهم؟ عشان عموما بقى المدرسين الروشين. واستنى، العقاب بتاع المدرسين بتاع اللي هيعمل حاجه غلط هقعدوا جنب البنات. قشطه. هو انتوا كنتوا مدركتين تطلعونا شواذ يعني دي حاجه جميله جدا. يلا بينا. بالظبط. اصل انت ربيتني طول عمري ان القعده مع البنات دي حاجه غلط، فاهم حاجه ده عقاب. فليه كده؟ وبعدين مطالبين دلوقتي يقول لك اتجوز. طب ازاي يا حاج؟ ما كنت لسه اقول لك كنتش ده سبب التوحد وان احنا مش عارفين نتعامل في حياتنا لحد دلوقتي. اتوقع انه من الاسباب. ما احنا اتعلمنا ان القعده مع البنات حاجه غلط. عقاب مش حاجه غلط وخلاص. عقاب انه هتعمل غلط هقعدك جنب البنات. هو في عمله يعني. وبعدين البنات كانت تقرف قوي من الموضوع ده. لا يا مستر في ايه؟ انا ريحتي وحشه قوي كده يعني. ما عادي يعني. في ايه؟ بس احنا مش هنكذب، احنا كنا اطفال خنازير برضه يعني. ماشي بس ما صباح الفل يعني. هم كانوا شنبات برضه يعني. احنا كنا موحلين يا معلم يعني. بصراحه احنا ترابها على عرق على حاجات كتير كلها. وتسترون بوادر يعني. انت لسه ما وصلتش مرحله التستوستيرون بيك. لا هو بوادر كده. لا ايه عارف انت الصوت ده؟ ايه بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه صوت محمد هنيدي. لا حسيلي. والعسيلي برضه. حسيلي هو واقف عند الصوت اللي هو بس عشان صاحبي مش هينفع نتكلم عليه قوي. لا خلاص يعني. هو واقف عند التاني. مش هينفع نتكلم عليه قوي يعني. شاوت اوت العسيلي، شاوت اوت فيلبينو واخواتي قد الدنيا. المدرس الروش بقى. نرجع للمدرس الروش. المدرس الروش منه انواع. النوع الاول مثلا بالنسبه لي اللي هو اللي كان بيدخل الفصل يقول لك يا ابني انا في سنكو ده انا كنت بعمل واسوي وانا شربت وعملت انت بتقولي ليه؟ انت مستني مني ايه؟ طب لما انت تقول لي كده مستني مني ان انا اعمل ايه طيب؟ فاهم؟ وبعدين تيجي بقى تزوغ ولا تنط على الصوره ولا تعمل حاجه تلاقي ده اول واحد واقف لك. الله، ما هو جايبها من تحت. طب ما انت قايل لي، ما انت قلت لي ان دي روشانه. طيب عارف انت اللي هو ده لو جيم شطرنج فانا بزرع لك الفكره عشان لما تيجي تعملها قفشك انا. اوكي شفت انا وقعتك في الفخ. ايوه لا بس بصراحه ما كان نبطل شطرنج. احنا ما كانوش عارفين يقدروا علينا في المدرسه في الحوار ده بالذات في موضوع التزويغ ده. عشان خاطر احنا المدرسه عندنا السور كان قصير قوي. السور حرفيا كان بطول الترابيزه دي بسم الله ما شاء الله. فهم ركبوا عليه سور تاني بسلك اللي هو سلك كده. فكان في حته مقطوعه كده في السلك ده فكنا بننط منها. فجينا في يوم لقيناهم قفلوها. يرضيك؟ لا. نسكت؟ لا. تاني يوم الدفعه كلها راحه بزراديات وقصافات. قمنا قاطعين مربع كامل. السلام عليكم يا حاج محمد. والله العظيم قاطعين مربع كامل. بقت المدرسه صباح الفل. بقت مشاع فاهم. انتوا عملتوا للنظر باب تاني غير الباب الاساسي. احنا النظره مره طلعت من المدرسه لبست كيس ميه في وشها يعني.
ايوه انا سمعت الموضوع ده قبل كده. أيوة. حاسس اني سمعته في حته ماتيريال. ايوه هتحرق الماتيريال. وفي نوع تاني من المدرس الروش اللي هو صبير، ما حدش لو حد اتكلم من ده ده اللي في الامتحانات. استاذ بهيج باين. استاذ بهيج بدري. ده عاده بيبقى اسمه كده. ايوه لا ده بيبقى في اللجان في الامتحانات في كل حاجه يلاقي مثلا فصل صوته عالي ومدرسه بتزعق يقوم داخل صبير بعد اذنك لو حد كلمك اندهيلي من بره، انا مشرف الدور النهارده، لو حد كلمك اندهيلي. يعني ايه مشرف الدور؟ مش عارف، احنا كان عندنا كنا مسمينه شوبير مشرف الدور ده. لا يعني انا اسف يعني يا مستر، والله ما عارف اسمك ايه، بس انت كنت بالنسبه لي اسمك شوبير يعني. لا انا بجد عندي ده سؤال، يعني ايه مشرف الدور؟ هو يعني ايه مشرف الدور؟ طب انت بتشرف على ايه في الدور او انت بتعمل ايه؟ هقول لك، انا بحس انه ده شخص لان هو دايما سنه كبير او سنها كبير، فانا بحس ان هم المدرسين اللي خلاص اللي هو سنه ويطلع معاش فتكريم كده، عارف انت زي عماد متعب في اخر سنه ليه في الاهلي اللي هو قاعد على الدكه معزز مكرم، بس حسام البدري منه لله يعني، بس يعني يعني بحس انه ده مشرف الدور، دي شغلانه مشرف الدور، فاهم؟ هي جايز جايز والله. مدرس الالعاب نظرا عطل فني عشان صقر دخلنا في نص الكلام، قال لنا انه في حاجه في الكاميرات عطلت هتحطها في ايوه فمش هتكلم انا بقى عن مدرس الروش عشان اتقمصت في الاخر. انا اسف. ايه عايز ميس الرسم؟ انت التست عالي عندك من ساعه اخر حلقه. المره اللي فاتت رحاب الجمل دلوقتي ميس الرسم يابا. ما هو بطه مش ليكا مرزوق. ميس الرسم دايما مع مدرس الكمبيوتر. احنا كان عندنا طب ممكن اقول حاجه، احنا كان عندنا ميس الكمبيوتر هي اللي كانت جامده. انا اسف بقى يعني. مش عارف التعليم كله اي مس رسم كانت بتيجي كانت بتبقى جامده يعني كفايه صاد. يا صاد جامده بقى يعني. انا مقدر والله انها حلوه دي، مش عارف يعني مش عارف. قول لي طيب بمناسبه ميس الرسم ايه اكبر مصيبه عملتها في المدرسه؟ لا انا كنتش بعمل مصايف، انا كنت شاب زمزميه جدا ايام المدرسه، عارف اللي هو قاعد في النص، لا مني دحيح ولا مني فاسد، بس انا قاعد كده ازوغ مثلا يومين والباقي بروح عادي. فاللي هو انت من الناس اللي كانت بتملى بتاع الغياب ده وخلاص. جريزون هو الموضوع بالنسبه لي جريزون جدا، لا مني مش ده ولا مني ده. مش ده لعيب كوره جريزون ده كان جريزمون باين. ما علينا. المهم انا اسف في وحش وانا عليت بيت في او حاجه اسف منظرنا دلوقتي قدامهم. انا اسف يا سعد يا سعد. طب ايه اكبر مصيبه شفتها حاصله في المدرسه؟ تفتكر حاجه؟ انا ممكن اقول اتفضل. وايه انا ولا اتريك ولا قمت يا لا، وقالها كانه بيلعب ثرو مش الرسم ثرو وش الرجل بتاع مودريتش ده، عارف يقول له انت هتحكي ما تحكيش، انت هتحكي في بيتك. هو قالها اخرس. ايه ده؟ هو ليه قالها؟ ليه؟ يا نهار اسود. طب احنا سيبك من اكبر مصيبه، هنعرف نعمل كومباك. سيبك من اكبر مصيبه، سيبك ارمي اكبر مصيبه. بس هو الفكره ان هو يعني عندي تساؤلات كتير. بعد الحلقه نسال بقى ونشوف القصه دي، مش هينفع قدام الكاميرا والله، دي مصيبه سوداء يعني. نسال الدنيا سخنانه اليومين دول، يخرب بيتك اسكت. لا صعب. فاكر السندوتشات في المدرسه؟ في ايه مالك اتألمت كده ليه؟ افتكرت سندوتش الفينو اللي هو جبنه بيضه بالخيار وهو عامل كده. يا حبيبي يا صاحبي طلعوا من الكحم احنا في حفله والله، مع انه كان السندوتش حلو، بس انت عامل كده ليه؟ يعني انا فاكر انا جايب الفينو بالليل رغيف فينو محترم كده فجأة ما عشان هو دخل وسط كتاب العربي وكتاب الماس وكتاب الدين يعني هم اتلموا عليه ضربوه في الشنطه والله. غالبا ده الموضوع ده كان ما كنتش ببقى فاهم. ايوه فشخ والله. احنا كان عندنا واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه برضو، كان بيجيب سندوتشات توم او سندوتشات فيها حاجه فيها توم. يا نهار ابيض.
فانت متخيل فصل فيه مثلا 35 طفل 35 طفل 35 طفل. المرحله العمريه دي بتاعت الطفل فعلا بالظبط. 35 طفل قاعدين في امان الله، واحد بياكل توم. فهو اصلا مبدئيا انت طلعت السندوتشات، كلت، قلبت ريحه الفصل. بعد ما كلت قلبت اكتر، نزلت الفسحه، هضمت، طلعت، عمتنا بقى، فاهم؟ وبعدين يا اسطى بيبقى ليها درجات. ايوه يعني في حاجه اسمها الهرم العطري. الهرم العطري مكون من الافتتاحيه والقلب والقاعده والبيز، تمام؟ هو كان الافتتاحيه دي اللي اول حاجه بتشمها، والقلب ده بيقعد مثلا ساعتين، والبيز دي او القاعده دي بتقعد حبه. يعني هو بيبدا بالقاعده. ما هو اصلا بادئ من القاعده. هو جايبها من تحت يا باشا. هو يا اسطى انا ريحه في مناخيري دلوقتي. شميتها. الريحه في مناخيري دلوقتي وحشه قوي. هو فين ازازه البرفيوم اللي بنحطها في النص؟ فين؟ صحيح، ماشي، ما علينا. انت جاي في اخر الحلقه. كاب كات. هوبا ادخل شوف. طب ممكن ما تجاوبش يعني ممكن ما تقولهاش كده عشان انت كل كلامك النهارده طالع غلط. ماشي. وكان بقى المعلم ده بياكل السندوتشات، ومش بيكتفي بان هو جايب توم، هو بيبدلها مع اصحابه. ده بينشر العدوى بالظبط. فبدل ما كان واحد كل سندوتش فيه توم او سندوتشين او وات ايفر، يعني الكميه اللي معاه، وخلاص احنا عرفنا السورس جاي منين، فاهم؟ فممكن نتلاشاه، او لما حد يسال ايه الريحه دي نشاور، او نبقى عرفنا. هو بقى هو برضه ابن الذين اناركي، فاهم؟ اللي هو بقى قابلني لو عرفت بقى طالعه من مين، طالما كلكم هترشدوا عني. انت عارف ده ممكن يكون هو مين؟ ده ممكن يكون اول واحد دخل فكره كيونت في مصر. ممكن. وممكن دخل لك يوزرت. لا انت سندوتش وتوزع لدوت ونعمل هرم كتير كله برضه جاي من الهرم من القعده، فالدنيا بايظه خالص. والبسكوت اللي كانوا بيوزعوه علينا ده، فاكره؟ لا ده كنت بحبه. انا كنت بموت فيه. كان بسكوت انت عارف اقسم بالله عارفه. عجوه ده اللي حضرته. بس كان معلش شهر 2003 فرق بلاستيك وعليه واد وبنت ماسكين ايه ببعض. واد وبنت. ايوه لا عادي. ده ايه يا اسطى؟ ده سلاح التلميذ. واد وبنت. لا خلاص واد وبنت امان. ايوه يا اسطى ما امان، بس مستغرب ايه اللي هو بيقوله ده. كان لون الكيس ايه؟ لبني واصفر. لبني واصفر. ايه الالوان؟ ايه التيشيرت الاسماعيلي؟ مش عارف. مساء الخير. والله الاصفر عجوه واللبني مربى. انت ايه؟ انت كنت في مدرسه القطاميه عادي. طب ما عشان في القطاميه. لا انا كان البسكوت اللي هو الكيس بتاعه الكيس سيلفر. سيلفر ما فيهوش اي حاجه، وكان بسكوت بالسكر وجوز هند تقريبا. صح كده. طب يعني احنا ده بقى ايه ده؟ كنا بنعمل بيه ايه بقى؟ كنا بنجيبه نكسره، وفاكر شوكولاته شيكسو السايحه ونجيبها وحاطينه في الفريزر. هوبا ده قسما بالله نادية السيد ما تعرف تعملها. لا انا كنت بعمل بيه حاجه تانية، كنت برضو بكسره خالص وعلى الزبادي على كوبايه برضو. دي والشاي بلبن والحاجات دي كلها. ايوه بسكوت ابو عجوه. بس ده انا من كتر يعني كان يجوا يعدوا كل واحد باكو مثلا كوين، انا بعدي وبعدين اعدي تاني. لا واعدي تاني بقى اللي هو الاقي مع مشرف الدور اللي انا مش عارف هو بيعمل ايه اصلا، الاقيه بقى اللي هو طب ايه انا عايز اللي هو خدت حنطه تاني. يا نهار ده فيلم رعب كتير. يعني الموضوع عدى عليه كتير، بس ده فيلم رعب. احكي لي. انا على التروما. يا نهار انا واحد بكره الحقن. اوكي اصلا يعني انا موتي وسمي في الحياه هي الحقن. ما هو يعني ايه مين؟ انا عايز اعرف مين السادي ابن الجزمه اللي قال لك عشان اعالجك هجيب ابره معدن مدببه همشي من جواها سائل وهتاخد في العضل. ممكن والفكره في حاجه ممكن افرض نظريه. ممكن افرض نظريه على اللي انت قلته ده. دي بالنسبه لك مين اول واحد جات له فكره الحقنه؟ اول واحد جات له فكره الابوس. برضو دي هي دي. ايه بقى؟ صح. ايه بقى؟ فاهم؟ بجد انا نفسي اعرف، يعني نفسي يبقى عندي ريفرنس لتاريخ صناعه اللبوس. الراجل ده الفكره جات له منين؟
وباعها ازاي للناس. دواعي الاستعمال بتاعتها دي اقسم بعزة وجلالة الله عبقري عبقري الراجل ده كماركتينج يكسب اي حد. فاهم حاجه كده؟ هو يعني هو باعهولك. فاهم حاجه. فحوار. لا سيرفد واول واحد كل تين شوكي دماغه كانت فيها ايه برضه. هي دي نقطة حلوة بس يعني احب اشكره الصراحة. ما هو كده نشكرهم كلهم. لا مش هشكر بتاع اللبوس. ليه؟ مش هشكر بتاع اللبوس والله يا عم انت ليه بتفتح في الدنيا ما خدش البوس سواء ايه كان اللبوس يعني. ماشي خلاص ما علينا مش هينفع نقول كده. بس لا موضوع الحقن ده انا مرة عملته مغمى عليا في ساعة التطعيم دي. اوكي شيء هي حقنة تقريبا كانت حقنه واحده وبتاع كلها وبتاع اللي هو عامل زي اللي بيعملوا عليه القهوه دلوقتي اللي هو الهيتر ده بتاع بس كان الوابور بقى كان السبرتايه والوابور الصغير تقوم عامله ايه بتسخن الحقنه. ما هو انت الحقنه بتعدي على 17 شخص. انت متخيل في مرحله الحقنه الواحده بتعدي على كتير. السن ده بيطلع على النار تمام عشان لو في اي حاجه النار تاكلها. ان هي كانت بتكويك مش بتديك حقنه. كل ده معدي بالكلام ده وانا قاعد اخر واحد بقى واقف خلاص. فلو انا شايف المنظر ده قدامي تدخل في مره واحده اللي هو جاي انا ماتت ويسغدوا فيا ويا احمد وانا مفيش شمموه مش عارف ايه. عدى 10 دقايق حد قال لك التفاصيل يعني كمان حد فين؟ حد وراك حاجه مش هقول لك امتى. ما تشاورليش احنا هنقفل خلاص. ماشي عايز تقول حاجه تانية يا عم ماجد عشان صقر انت متضايق مني يا اسطى عشان قلت فيها صهد طيب يعني قول لي والله بحبك جدا واحنا كمان بنحبك جدا. ممكن تتكلموا على انا مش هنتكلم احنا هنقفل بجد. لا انا هقفل انا خلاص. انت عارف صار ان انت النهارده اسوأ من مدرس الالعاب اللي كان ينزلنا من الفصل يخلينا ننظف الحوش. ايه ده؟ لا في اسوأ. انت اسوأ منه. لا انت اسوأ منه دلوقتي. بخش لك قصه ايه بخش لك الحصه الاحتياطي وانت عليك العاب. ده كان بجد بالنسبه لي تاني اوسخ واحد بعد المسيح الدجال بجد. يعني هو ربنا كرمنا بمدرس غاب ولا اتنيل بنيله حصل له حاجه وما جاش. فهي ربنا مدينا فرصه نرفع عن نفسنا. يا اتم يا نتن يا كلح يا بارد. ليه؟ يعني ايه اللي هيحصل لو ما شرحناش الحصه دي في المنهج؟ انا اتعصبت بجد والله العظيم عشان افتكرت كذا مدرس كانوا بيعملوا كده. بس انا بالنسبه لي ان الحصه تبقى اصلا حصه العاب واحنا يعني انا الجيل بتاعنا فاكر حصه الالعاب دي حصه مقدسه بقى. انا جايب الشورت تحت البنطلون والتيشيرت فوق القميص ومجهز بقى دنيتي وكابتن ماجد وبتاع وننزل نضفوا الحوش. بالظبط منتهى الوساخه. عبيد بيلموا قطن. عامه انا متاكد ان الراجل ده بيدخل دلوقتي للبنات في رسائل الازرز يقول لها نفسي ابقى خدام تحت رجليكي. انا متاكد هو ده بتاع هو ده اللي بيدخل يقول لها نفسي ابقى خدام تحت رجليكي ويا ملكه وانا عبدك والكلام الوسخ ده. يا عالم يا نكسب انا اصبح رجلك الصغير. ليه؟ لا وعايز اشم بين صوابع رجليك. منتهى الخرا يعني تبقى عايشه دي مش حطها يعني اخواتي الى هنا نلحق نقفل. هي بهوقت مننا قوي صح؟ بهوقت واحنا بننام واحنا بنتكلم. بس الدنيا جميل. يعني انت مبسوط؟ انا مبسوط. انت انبسطت بالله؟ انا والله انا كل ما باجي هنا بقعد في الكرسي ده ببقى مبسوط اخويا والله بجد. يعني الى هنا اخواتي يا رب تكونوا اتبسطتوا ويا رب نكون كنا خفاف كده والموضوع يعدي على خير عشان خاطر احنا قلنا كلام كتير قوي ما ينفعش يتقال. فربنا يسترها علينا يعني. وعجبتكم الحلقه لايك الجميل السبسكرايب الرايق الجرس عشان يجيلكم كل الحلقات الجايه. شير لموا علينا الناس وفرجوا علينا الدنيا. عارف الست اللي كانت بتبقى في القناه الاولى تحت في النشره وبتقعد تشكل كده دي؟ ايوه انت عامل زيها دلوقتي. المهم واكتبوا لنا في الكومنتات بقى ايه اللي كان بيحصل معاكم في المدارس وايه العبث اللي كنتوا بتشوفوه في المدارس يعني بتاعتكم.
وقولوا لنا نكريت برنامج جديد بفورمات جديد انا والكابتن ماجد ولا ايه الكلام؟ ده سؤال جميل. ده سؤال جميل. ده سؤال جميل وهنسيب لكم انتوا بقى. صح نسيبه للناس. ها ممكن اقفل بطريقه كرييتيف ما حدش عملها قبل كده. وريني. سلام. بص. اهلا يا حبيبي. يعني عايز تقول حاجه للناس؟ لا انا تمام. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده ونشوفكم بقى في حاجات جايه ان شاء الله. ادعوا لنا. توحشونا.